اخيرا النهارده هو اليوم اللي اشتغلنا عشانه، ومن اول يوم بدانا فيه المشروع كان هدفنا ان كل مستثمر يجي يشوف مشروعه على ارض الواقع. ورا كل فدان زرع كان فيه شغل ومتابعة ومجهود يوم ورا يوم. النهاردة مش مجرد زيارة أو استلام أرض، دلوقتي جت لحظة الحقيقة. تعالوا نشوف آراء المستثمرين قالوا إيه. قبل وبعد الزياره تعالوا معانا. استاذ سامي، ايه الاخبار؟ تمام الحمد كله لله. تمام؟ كله تمام. حضرتك لسه اول يوم معانا النهارده؟ اول يوم في الموال ده كله يعني ايه اللي مش خلاك فاكر تيجي الزياره النهارده؟ والله الكلام اللي كان على الفيس عجبني، وكمان لما اتكلمت مع احمد والناس اللي هم مسوقين للموضوع ده بيتكلموا بوضوح، وانا اصلا عندي خلفيه عن ارض الصحراء شويه، يعني كنت عملت زياره قبل كده المكان، بس ما كانش بالكميه دي ولا بالعدد ده. يعني العدد ده اصلا مريحني نفسيا، يعني انا كنت متخيل هطلع الاتوبيس مش هلاقي الا انا وواحد كمان، انا واقف على الارض لوحدي. فلما طلعت انا فكرته مصيف. طب بما ان حضرتك رحت اكتر من مكان شفت ايه اكتر سؤال نفسك تلاقيه النهارده عندنا؟ بصراحه يعني انا نفسي الاقي اللي بيتقال في الفيس موجود، يعني مثلا تجهيز ابيار الميه، التنسيق، لان المكان بحسب الجماعه اللي شغاله فيه. يعني انا لما رحت مكان كان بيقولوا كلامه تقريبا كان مصورين مكان تاني، يمكن مصورين في حته تانيه. يعني انت رحت مكان كان يعني كل الصور اللي شفتها على الفيس، فبقول لهم يا جماعه اللي انتوا كنتوا بتصوروه على الفيس وبتنزلوه ده كان فين؟ اصل دي شجر وارض وزراعه، مش هينفع تعمل لها ماكيت، يعني مش بيت هعمل له ماكيت واعرضه، ده زراعه، وانا راجل فلاح وعارف يعني ايه زراعه، ففين اللي انتوا كنتوا بتصوروه؟ ازيك يا شيخ احمد؟ والله الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ تمام والله الحمد لله. تعاقد معانا من 6 شهور تمام. وطلعت تشوف الارض. تمام. لو كنت رجعت لاول يوم تعاقد هتخيل اللحظه دي عامله ازاي؟ والله انا ما كنتش اتخيل ان هي تيجي بالسرعه دي بصراحه، يعني انا كنت متخيل ان هي تتاخر شويه، تمام. لكن هو طبعا بفضل مجهوداتكم يعني وبفضل الله، فشيء جميل بصراحه. يعني اللحظه دي جت بسرعه بصراحه يعني المواعيد مظبوطه جدا جدا بصراحه. يعني كل كلمه قلنا لك وقت التعاقد وقبل التعاقد لا مظبوطه. انا والله مش مصدق بصراحه ان انا رايح استلم دلوقتي يعني. لا ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله ويجعلها خير علينا وعليكم ان شاء الله. حضرتك متواجد معانا من 6 شهور واستلمت الارض النهارده وطلعت تشوفها. تمام. ان شاء الله تبقى حاجه جميله وعلى قد توقعاتك. والله انا سعيد جدا بصراحه بالاستثمار معاك يعني، وان شاء الله يعني خير يعني باذن الله. تمام. مستر عبد الرحمن، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. تمام. الله يخليك. حضرتك استاذ احمد. استاذ احمد نبيل. استاذ احمد نبيل. ايه توقعاتك لزياره النهارده؟ ان شاء الله تطلع كويسه ومتفائلين بخير ان شاء الله. خير؟ ان شاء الله. يعني الحمد لله. الحمد لله. ربنا يكرم ان شاء الله. يا رب يا رب. ربنا يوسع عليكم جميعا، وان شاء الله تبقى رحله زي العسل ان شاء الله. شرفنا بيك. الله يخليك. انا اكتر والله. دكتوره سلمى، حاسه بايه النهارده وانت رايحه تشوف الارض على الطبيعه؟ هو انا مبسوطه اصلا ان الحاجه دي جت بسرعه. ما كنتش متوقعه انها تخلص مثلا في حدود ال6 شهور. جالي فلاش باك كده، اللي هو وقتها ما كنا بنسال مستر محمد يقول انا حبيت ان هي حاجه تبقى من الطبيعه والتجديد ان الحاجه تبقى طالعه بشكل نقي اكتر. فكان في توتر رهيب جدا وقلق، ان طول الوقت خايفين الحاجه ما تبقاش فيها مصداقيه. بس الحمد لله اما بيبقى الشخص اللي قدامك اصلا بيديك انطباع كويس، في نفس الوقت بيديك نتائج عن الحاجات اللي هو عملها قبل كده، مع ريفيوهات بقى والكلام من ده. حتى مستر محمد كمان وقتها قال انا شات جي بي تي هو اللي قايل كلام كتير حلو عليا من الناس اللي بتساله. فده كان من المواقف اللي بتبين اصلا ان في ناس بتروح تسال عشان النتيجه دي. يعني دي ثقه كبيره كده. وقتها كان الريفيو اللي واخدينه اصلا قبل ما نخرج من الشركه ده كان كويس. بعد كده بقى طبعا الحمد لله. مستر حاتم، ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ حاسس بايه النهارده وانت رايح تشوف الارض على الطبيعه؟ والله ربنا ييسر الحال، يعني تبقى بدايه خير، والمفروض رايحين كده نشوف الارض ونستلم الموضوع ونشوف بقى الموضوع على الطبيعه. طب ايه اكتر حاجه محمساك؟ اكتر حاجه محمساني اشوف بقى الارض بتاعتي، يعني الثمره. متواجد معانا من كام شهر؟ 6 شهور بالظبط، والشركه صراحه محترمه يعني، حتى في المواعيد قالوا 6 شهور، وفعلا لقيتهم بيكلموني. طبعا اكيد.
لا لان ناس محترمه وشركه محترمه وربنا ييسر، يعني بدايه خير مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله رحله سعيده. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. مساء الخير يا فندم، ايه الاخبار؟ مساء النور. كله تمام؟ حضرتك والد الاستاذ احمد مستثمرين معانا. استاذ احمد نبيل. استاذ احمد نبيل. حضرتك حاسه بايه وانت رايحه تشوف الارض على الطبيعي؟ فرحانه قوي والله بجد؟ ربنا كنا كده قدم خير عليكم كلكم ان شاء الله يا رب. ايه رايك في الاستثمار الزراعي بشكل عام يعني؟ لا جميل طبعا. جميل طبعا. طبعا. استاذ نبيل ايه رايك وحاسس بايه ان شاء الله؟ تمام ان شاء الله، ربنا يجعله فتحة خير علينا وعلى يا رب. تمام كله حلو الحمد ايه لله. اكتر حاجه متحمس تشوفها النهارده في الزياره؟ يعني التفاصيل بقى، يعني الرحله من الاول خالص لحد الاخر يعني بتمشي ازاي بقى بتفاصيلها كلها، المراحل اللي بتعدي بيها يعني. تمام. بس دي حاسسها حاجه حلوه يعني. حضرتك متواجد معانا، حابب تطلع تاكد وتشوف الارض بنفسك؟ اكيد برضو دي حاجه بتبقى زياده طمانينه برضو زياده، تبقى شايف. فعلا انا كمان يعني اول ما الموضوع اتعمل انا اللي ايدته، ولان بصراحه زي ما قلت صليت الاستخاره، وانا اللي قلت استاذ محمد انا مرتاحه، حتى ما كانش فيه نسبه شك خالص، بصرف النظر بقى عن المصداقيه وكل اللي كان بيعمله استاذ محمد كان بياكده، بس انا الوحيده اللي من العيله اللي كنت بسمع، يعني كنت بايد استاذ محمد. طب انت احساسك ايه النهارده؟ لا في منتهى السعاده طبعا، وانا رايحه اشوف الموضوع على ارض الواقع حاجه تانية خالص. مساء الخير يا استاذ نجيب. اهلا، مساء الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ايه احساسك وانت رايح تستلم ارضك؟ والله طبعا يعني احنا من البدايه يعني كان من ساعه ما اتعاملنا مع الاستاذ محمد يعني كان فيه طبعا شفنا فيديوهات كتير، وكان الراجل متابعنا يعني، حاططنا في الصوره معاه يعني، هو بيصلح الارض وهو بيعمل معدات وهو بيعمل الابيار، فكان دايما يعني حاطيننا في الصوره معاه يعني. ودي من الحاجات اللي هي ايه بتدي اطمئنان، لان انت عارف اي استثمار في اي مكان يبقى فيه شيء من الخطوره يعني. فالاطمئنان ده وانه يحطه معاك في الصوره بيديك نوع من الامان يعني، انك انت ان شاء الله ماشي في الطريق السليم يعني. كان طبعا من البدايه كان الاستاذ محمد ادانا وعد من ساعه ما احنا تعاقدنا معاه ان الزراعه ان شاء الله هتكون في شهر 3 أو 4 يعني، من بدايه 3 و4 و5 وكده. فانا طبعا كنت متوقع ان الزراعه دي لو جت في 4 يبقى كويس، لو جت في 5 يبقى كويس. فكل الحاجات دي بتديك ايه اطمئنان انك انت ماشي على الطريق الصح يعني. كنت انا متابعهم يعني، ومع الاداره اللي معاه والاخوه الافاضل اللي انا بتصل بيهم يعني، فكان قالوا لي ان شاء الله يعني على 4 هيكون زرعنا اللي هي القطعه الخاصه بيك يعني. فلما سالتهم قالوا فعلا احنا زرعنا الارض وهنروح نعمل زياره على الواقع. فقلت لهم طبعا انا يهمني جدا ان اشوف القطعه بتاعتي اللي هي المخصصه فعلا مزروعه يعني. فخدنا وعد ان احنا النهارده في زياره بعد العيد، فتحددت النهارده واحنا مسافرين ان شاء الله. فطبعا دي حاجه كويسه يعني، المصداقيه اهم شيء في الموضوع كله، المصداقيه يعني. طب لو رجعنا لاول يوم تعاقد كنت متخيل اللحظه دي عامله ازاي؟ والله هو زي ما بقول لحضرتك التعاقد دايما فيه شيء من المخاطره يعني. كنت متوقع انه ممكن بعد 3 شهور ولا يقول لك لا في بعد 6 بعد 7. مساء الخير يا استاذ نجم. مساء الفل يا استاذ. بخير الحمد لله. مواقف معانا ورحنا الزياره وكان شفت الارض. طبعا شفنا الارض الحمد لله. اكتر حاجه عجبتك خلال اليوم؟ طبعا بالنسبه للارض بصفه عامه يعني، منظرها كده وسط الرمله وبتاع والخضار ده بتبقى حاجه جميله جدا طبعا. بالاضافه انه الارض شفناها واستلمناها، فكانت حاجه كويسه جدا يعني. وشفنا الفسائل مزروعه بشكل جيد، فسائل تحس انها عافيه حلوه كده يعني. حاجه كويسه؟ كويسه الحمد لله. حاجه كويسه؟ تمام الحمد لله. في شغل حلو يعني، ربنا يبارك لكم ان شاء الله. شغل يعني على مستوى عالي يعني الحمد لله. محمد ايه الاخبار؟ كله تمام؟ قول لنا ايه رايك في الزياره؟ لا كان جميل والله، احنا بالظبط يعني. في نفس الوقت برضه شفنا النموذج، شفنا يعني عندنا تصور كده كمان كام سنه ان شاء الله مش عارف. لا يعني الدنيا كانت حلوه بصراحه. شكرا لك جدا يا محمد. ايه الاخبار؟ قول لنا ايه رايك في الزياره؟ الحمد لله كانت جميله جدا الحمد لله. اتبسطت يعني الحمد لله؟ اتبسطت كل حاجه كانت جميله. شفت الارض؟
حضرتك كويس. تسلم. استمتعت. تسلم. حضرتك والدة أستاذ أحمد نبيل صح؟ قولي لنا إحساسك إيه وأنت معانا في الزيارة كده؟ مبسوطة جدا والله. إيه رأيك في الزيارة؟ انبسطتي؟ جميلة. من كتر الانبساط مش عايزة أروح. كل حاجة تمام؟ تمام جميلة والله العظيم. الأستاذ محمد ونعمة وأنتوا ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. والفسحة كانت تحفة. أهم حاجة إن أنتوا اتبسطتوا. لا اتبسطنا والله. ربنا كده كل مرة بقى نيجي وتكونوا معانا إن شاء الله. إن شاء الله. وفتحة خير كده يا رب إن شاء الله. ميرسي ليكوا جدا. أستاذ إيهاب إيه الأخبار؟ الحمد لله والله. إيه رأيك في الزيارة؟ والله زيارة ممتازة وحاسس إن هي جو عائلي كده من الشباب اللي كانوا منظمين والكلام ده كله. حاسس الناس اللي جو عائلي انبسطنا فيها يعني الحمد لله. زائد اللي شفناه يعني الإنجاز برضه في الكام شهر اللي فاتوا ده، يعني الناس اللي هم حاجة شهر 10 بيقولوا كان الصحراء خالص، الإنجاز في فترة بسيطة اللي حصل كله يعني بجد هي بتبذل مجهود جامد يعني. كويسة صوت الأستاذ محمد شاف شغله صح يعني. تمام والله، حلوة بيكم والله. طبعا. كل حاجة تمام؟ لأن احنا شفناكم. انتوا أحسن من أي حاجة والله. وسعداء بيكم والله. ربنا يبارك فيكم كده ويطرح فيها الخير كده للناس كلها. يا رب. ايه راي حضرتك في الرحله؟ لا رحله ممتازه والناس اللي قايمين عليها ناس ممتازين وحاجه ممتازه جدا، ورحنا اتفرجنا على الارض. حاجه يعني استثمار ناجح 100%. اللي عايز يعمل استثمار ويكفي ان انتم بتستصلحوا صحراء جرداء. صحراء جرداء بقت كلها مزروعه دلوقتي نخل جندول وسيو، حاجات فخمه جدا يعني. ونتمنى ان يعني يبقى في كذا شركه زيكم كده تشتغل في الصحراء. الصحراء عندنا كتير جدا ومحتاجه الايدي العامله ومحتاجه الناس المخلصين لمصر اللي زيكم كده. واحنا لو نزرع بس ربع الصحراء اللي عندنا هنبقى من اغنى دول العالم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا عبد المنعم، ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. قول لنا ايه رايك في الزياره؟ والله انا بروح سيوه كتير، دي سابع وثامن مره. اول مره اشوف النمو الزراعي اللي انتوا عاملينه هناك، يعني حاجه مشجعه جدا، حاجه مشرفه يعني. ربنا يبارك لكم في التمويل. انبسطت معانا في الزياره والاجواء بتاعتها؟ اكيد، والناس المنظمين ناس محترمين، وكان في هوسبيتاليتي كده في الزياره.